أشهر صناعة فنية في العالم العربي بدأت بحلم شابين مهاجرين. يا ترى إيه الحكاية؟ أهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشر. هم مين الناس اللي حولوا السينما في مصر من مجرد تجارب بسيطة لصناعة حقيقية؟ الغريب إن الإجابة مش مصرية بالكامل. الحكاية بدأت من شابين فلسطينيين جايين من رحلة طويلة من بيت لحم وتشيلي والقاهرة. شابين قرروا يحلموا، والحلم ده غير تاريخ الفن كله. النهاردة هنتكلم عن بدر لاما وإبراهيم لاما، الاسمين اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهم، لكن من غيرهم يمكن ما كانتش السينما المصرية بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. الأخوين لاما أصلهم من مدينة لحم الفلسطينية، لكن رحلتهم ما بدأتش من هناك أبدا، دي بدأت من أمريكا الجنوبية زي آلاف العائلات العربية وقتها. سافروا لتشيلي يبحثوا عن فرصة وحياة أفضل، وفي تشيلي بدأ تعلقهم بالسينما والكاميرا والصورة. في الوقت اللي كانت فيه هوليود بتكبر بسرعة، كان بدر وإبراهيم بيتعلموا أسرار الصورة والإخراج والتصوير. لكن رغم النجاح النسبي هناك، لكن كان عندهم حلم أكبر، إن يبقى في سينما عربية بأبطال عرب وحكايات تشبه الناس هنا. وصل الأخوين لاما لمصر، وكانت القاهرة وقتها عاصمة الفن والثقافة في المنطقة. لكن الحقيقة السينما المصرية وقتها كانت لسه بتحاول تتكون. أغلب الأعمال كانت أقرب للمسرح المصور، كاميرا ثابتة، أداء مسرحي، وإمكانيات محدودة. هنا بقى بدأ دور الأخوان لاما. إبراهيم لاما كان عنده شغف بالإخراج والتصوير، أما بقى بدر لاما فكان بيمتلك حضور البطل السينمائي. الثنائي بدأ يفكر بطريقة مختلفة تماما، مش مجرد تصوير ممثلين، لكن صناعة عالم كامل داخل الشاشة. وفي سنة 1927 خرج للنور فيلم مهم جدا، قبلة في الصحراء. الفيلم ده ما كانش تجربة عادية أبدا، ده كان واحد من أوائل الأفلام الروائية الطويلة في تاريخ السينما المصرية، بطولة بدر لاما وإخراج إبراهيم لاما. الفيلم قدم للمشاهد المصري وقتها شيء جديد تماما، مغامرة، حركة، تصوير خارجي، صحراء وخيول ومطاردات، صورة سينمائية حقيقية. الأخوين لاما ما كانوش مجرد ممثل ومخرج، دول كانوا مدرسة كاملة. أسسوا شركة إنتاج واشتغلوا على تطوير شكل الصورة والإضاءة والديكور في وقت كانت فيه الإمكانيات محدودة قوي. كانوا بيحاولوا يعملوا سينما تنافس العالم، ده اللي خلاهم يختلفوا عن كل الموجودين وقتها. السينما عندهم كانت مغامرة بصرية، مش مجرد حوار وتمثيل. واشوفكم الحلقة الجاية مع برنامجكم قعدة كنبة، وحلقة مختلفة جدا. سلام.